90% من الناس كيسحب اليوم بلي العمل الجمعوي هو غير قفاز المساعدة في رمضان أو لا أنشطة في مرحلة معينة من عمر الإنسان. ولكن الحقيقة هي أن الجمعية هي المختبر الأول اللي كيخرج لنا سياسيين ولاد الشعب وقارين الواقع. العمل الجمعوي هو المدرسة اللي كتقربك من المواطن بلا بروتوكول. ملي كتمشي للدواوير مثلا وكتدخل الأحياء الشعبية سواء في المجال الحضري أو القروي وكتسمع المشاكل ديال الماء والضوء والطرقان، فراك ما فين كتاخذ الدبلوم الحقيقي في السياسة. السياسة بلا معرفة بالناس ولا ما تقيس معاناتهم كتولي مجرد كلام فارغ ومقطوع عن الواقع. الفاعل الجمعوي الحقيقي هو اللي كيتعلم فن الإصغاء قبل الهضرة، كيتعلم كيفاش يحل مشاكل المواطن بلا وعود كاذبة، وهذا الشيء اللي كيبني ليه واحد الرصيد ديال الثقة واللي ما كتشراش بالفلوس. هذه الثقة هي رأس المال ديال السياسي اللي كيخليك نهار ترشح تقدم وانت راسك مرفوع، ماشي كمرشح جابته الصدفة ولا المصلحة اللحظية. العمل الجمعوي كيعلمك كيفاش تتعامل مع الإدارة، كيفاش تصوب مشروع، كيفاش دير المحاسبة، وكيفاش تحترم الشفافية والمسؤولية القانونية. السياسي اللي ما دازش من هذا المنهج كيدخل المؤسسات وهو تالف، كيغلط في القوانين وكيضيع الوقت على راسو وعلى المنطقة ديالو وكيهضر الزمن التنموي. التحول من جمعوي للسياسي خصو يكون تحول طبيعي ومبني على مشروع ترابي وواضح ومكتوب. خاصك فريق متجانس كيخدم على الصالح العام قبل ما يفكر في الانتخابات. هذه هي الطريقة باش نصنعوا نخب جديدة، نخب قادرة تدافع على مصالح المنطقة بقوة وندية، حيث فاهمة القانون من جهة وعارفة نبض الشارع واهتمامات المواطن من جهة أخرى. في الأخير خصنا نفهموا بلي العمل الجمعوي الحقيقي هو اللي كيصنع رجال دولة حقيقيين. أما اللي كينقزوا للسياسة بلا هاد الخلفية الميدانية غالبا كيبقاو معزولين على المجتمع. السؤال ديالي لكم اليوم، واش كيبان لكم بلي الفاعل الجمعوي في منطقتكم قادر أنه يولي سياسي ناجح وغير الواقع، ولا العمل الجمعوي خاصو يبقى بعيد على السياسة؟ خليونا الآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش القاعدة الثلاثية جيم وكومونتير وبارطاج باش أن الفيديو ينتشر على أوسع نطاق. وتحياتي للجميع.